فطرنا النهاردة سريع خالص، كله على كله وعلى الفرن على طول. جبت هنا فلفل وبصل وثوم وطماطم، وجبت هنا الفرخة بتاعتي شوحتها كويس قوي، معلقة سمنة وبصلاية، وبعد كده ضربت شفشق طماطم في الخلاط عليه ملح وفلفل وكمون، ورحت نازلة بيه على الفراخ لما اتشوحت كويس قوي وخدت لون. ودي بتسرع من السوا بتاعها، بتخليها ما بتاخدش سوا كتير، وهسيبها كمان تغلي كده غلوتين مع الطماطم، عصير الطماطم. وهنا بقى هعمل رز بالشعرية، هعمل صينية بطاطس حمرا بالفراخ وطبق رز بالشعرية كده. حطيت الشعرية عليها سمنة وزيت وهشوحها كويس قوي، وغليت براد مية علشان بعمل الرز بالمية المغلية بيطلع مفلفل ومظبوط. هقلب كده الشعرية كويس قوي، وبعد كده هنزل عليها بالرز المغسول ومتنقي والملح بتاعنا. وهنا بقى بعد ما الفراخ خدت كده غلوة مع الطماطم، رحت نازلة عليها بالبطاطس متقطعة كده سلايس، وهسيبها برضو تاخد غلوة من فوق، وبعد كده هدخلها الفرن تاخد بقى الشكل الجميل بقى اللي احنا بنحبه بتاع صينية البطاطس. هدخلها بقى كده بالشكل ده كده الفرن. هنا حطيت الشعرية والرز والمية والملح مظبوط، وبعد كده شرب المية بتاعته هوطي عليه واغطي واسيبه بقى يستوي ويتشرب براحته. وده العصير بتاعنا، عاملة صوبيا ومانجا. وهنا بقى عملت طبق طماطم مخللة، بقطع الطماطم كده واحط عليها ملح وفلفل اسود وكمون وشطة وخل. بصوا بقى الجمال، عظمة، احلى صينية بطاطس واسرع فطار في التاريخ كله. مفيش اسهل من كده، تخش المطبخ مفيش نص ساعة تكون خلصت. تحفة.